بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش نتحدث في نقاط مختلفة من هنا وهناك، مانيش باش نتحدث على أساس أنه الإسلام هو متهم يدافع عن نفسه، وإنما الإسلام هو حل لهذه الظاهرة. واتفقنا جميعا ومتفقون على أن الإرهاب لا علاقة له بالدين، لأن الدين جاء لخدمة الإنسان والإرهاب جاء لتحطيم وخراب الإنسان. أقول فقط في البداية الله سبحانه وتعالى جعل إرادة الإنسان حرة، فالذي يجتهد على إخضاع الناس بالإكراه لإرادته فإنما هو يتحدى الله. رب سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله جعل إرادة الإنسان حرة، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بل خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لست عليهم بمسيطر. أصلا الإيمان الذي تفرضه على الناس إكراها لا يعتبر إيمانا، والكفر الذي تفرضه على الناس لا يعتبر كفرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه حبيت انطلق منها، لأن الإسلام ليس دين جبرية ولا إكراه. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان حرا، فمن يريد غير ذلك فهو في موضع تحدي لله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى نحب زاد نشير لها، أنه لابد أن نميز، وربما أشار لها الأستاذ سامي في حديثه، أن نميز بين الإسلام وبين المسلمين، أن نميز بين الدين وبين أتباعه، وهذا الأصل في كل شيء. ربما الإسلام إذا أردت أن تحكم على الدين فاحكم عليه من خلال نصوصه لا من خلال سلوك المسلمين، لأن المسلم إذا سلمنا بمنطق الإرادة الحرة هو بشر قد يخطئ ويصيب، فلا نحمل خطأ الفرد نحمله للإسلام. وهذا مهم جدا، أنه نفرق بين الإسلام وبين المسلمين. الحاجة الثالثة ربما نحب نقولها زادة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أو الإرهاب ماذا يعني؟ على الأقل وضح الأستاذ سامي تعريف. في نهاية الأمر الإرهاب هو كل ما هو سلبي، والإرهاب عكس الجمال، والإرهاب عكس الأمان، عكس الاستقرار، عكس الحرية. الإرهاب هو ترهيب وتخويف، صح ولا؟ وإحنا نعرف اللي حتى في إسلامنا ترويع المسلم مباح، ولا حتى من باب التدليل لا يجوز شرعا أن أروع المسلم، حتى ولو كان من باب التدليل. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف شخص حاط الوحيد بتاع النبل بالمفروض، وإنك الحاد حاطه من برا، فنهاه عن ذلك حتى لا يرهب ويرهب الناس. أنا أحب نركز على أن محاربة الإرهاب تكون من خلال الجمال. أوش نقف على شوية مظاهر الجمال في دين الله عز وجل. الإسلام السنين ما هيش عورة، وهنا يحيلنا معناها ماذا بينا الناس كل تتبسم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. ما عنديش دينار خارجه حتى نتبسم في وجه أخويا صدقة. إلى جانب الكلمة طيبة صدقة، كل معروف صدقة. هذه كلها حديث. الجمال مثلا الحديث المشهور إن الله يحب الجمال. هي معناه اللي ما يحبش الجمال ايش معناه؟ يحب شرف. قل من حرم زينة الله، والزينة الحقها رب سبحانه وتعالى بذاته. قل من حرم زينة الله. اللي حرم في الزينة هو أيضا يتحدى الله سبحانه وتعالى ويعارض الله سبحانه وتعالى. حتى في قراءة القرآن اللي هو كتاب القرآن الكريم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري كان من أجمل الأصوات قراءة للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام جاء قال لي البارح قعدت نسمع فيه، قال لو علمت بذلك يا رسول الله لحبرته لك. قال لي زدت سيدت الصوت بتاعي. حتى في قراءة القرآن مطلوب الجمالية. الأذان، تعرفوا قصة الأذان؟ هل الإحلام بالمنامة بتاع الأذان هو اللي أذن؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال وقال إنه أندى منك صوتا. هذا يعني حكيته على جمالية الصوت.
القرآن ذم الصوت القبيح، ما قالش ربي في سورة لقمان إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سيدنا داود كان من جمال صوته في تسبيحه لله. شوف الواحد يسبح في الجميل بصوت جميل، الكون كله يردد معه هذه التسبيحات. سيدنا داود كانت الطير والجبال تردد معه هذه التسبيحات. أيضا الصبر، حتى في الصبر قال لنا ربي فصبر جميل. حتى الحزن جميل، حتى السعادة أو الفرح جميل. إذن كل معاني الجمال. إذا كان اليوم نحلوا كتاب ربي سبحانه وتعالى ونشوفوا سنة النبي وسيرته، تلقى الجمال في سيرته، في تعامله مع زوجاته، مع الأطفال، مع حتى العدو. سيدي أفرش من واحد أراد أن يقتله. تعرفوا القصة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اتكى تحت شجرة يظلل، وجاء ذاك الشخص وأخذ سيف الرسول عليه الصلاة والسلام. استيقظ الرسول فقال من يمنعك يا محمد؟ من يمنعك مني يا محمد؟ الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله، فسقط السيف فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني؟ لو هذا أراد قتله ثبتت عليه الجريمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من يمنعك مني؟ الراجل قدام على يلقى في حل، يعني في مفاوضات. النبي عليه الصلاة والسلام قال له تسلم، أنا تعلن الإسلام، كان لازم تشوفوا معنى الإرادة الحرة. قالوا لا، الإسلام لا، لكن أعدك ألا أكون في حرب في جيش يقاتلك. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وأطلق سراحه. لا أسلم، جمال، وهذا جمال في التصرف. نحكي لكمش على اللي يقولوا عليها الاتيكات في التعامل مع زوجته، كيفاش كان يوكل السيدة عائشة في فمها كاس الماء من تشرب هي يشرب هو، وغير ذلك من سلوكه الراقي صلى الله عليه وسلم. بالتالي بالجمال اللي هو راسخ في كتاب الله وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يمكن أن تواجه الإرهاب اللي هو في حرب مع الجمال. الجمال مش كلمة بسيطة، وإنما الجمال أو الرجل اللي جاء شعره فرفش. النبي عليه الصلاة والسلام انهاه وأمره أن يسرح شعره، حتى في المظهر، في القلب، تعرفوا جمال الروح إلى آخره. ندعوكم باش هو حقيقة انتم في الهندسة والعلوم الصحيحة وغيرها، لازمكم تقرأوا شوية الأدب والرواية، تقرأوها بعقلية الأديب. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأوها بعقلية الأديب مش بعقلية المهندس اللي يحسب فيها، تلقاوا فيها روعة صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى أيضا، لابد أن نميز في الخطاب في القرآن، ما نجيبش أي آية وننزلها على الكل. يا سادة، عنا ما يسمى بأخلاق الحرب وساحات الحرب شيء، وأخلاق الحياة والدعوة شيء آخر. وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى في القرآن ولا يجد فيكم غلظة، حديثي عن القتال، يتحدث عن ساحة الوغاء. عندما يقول جئتكم بالذبح ويتحدث في حرب. سيدنا خالد قال الروم رانا احنا نحب الدماء، يا اخي هو الدماء الدم حلال وشربوه مش حرام يشرب الدماء، ولكن هو في اطار حرب اعلاميه ونفسيه مع العدو في الحرب. لكن كي نشوفوا الايات اللي تحدثنا على المجتمع والدعوه، قال لنا ادعو الى سبيل ربك باش والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي وقولوا للناس حسنا. دي من اروع الكلمات في القران في سوره البقره. وقولوا للناس حسنا، هم 3 كلمات. ما قالش قولوا للمؤمنين حسنا، ما قالش قولوا للمسلمين حسنا، قال وقولوا للناس حسنا، لجميع الناس مطالب ان تحسن اليهم. اذا نجي نفرق ما بين كل اطار. حتى القران يحدثنا عن رفع السلاح يحدث عليه بمعنى القتال. عندما يستعمل مصطلح الجهاد القران راه يستعمل بالمصطلح العام. احنا خاطر في ذهن جهاد معناها هاز بطل. الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا على نوع هذا رفع السلاح سماه قتال، بل وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني مش اصل له القتال، هو استثناء. يعني القتال هو استثناء مش اصل. لكن عندما يحدثنا على الجهاد يراه جهاد عام، على جهاد مدني اقتصادي ثقافي فكري
إلى غير ذلك. أنشوفوا في أواخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذا في علاقتي بربي سبحانه وتعالى. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هاي في علاقتي بالبشر. وبعد قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. لا بد من تحصين المجتمع من خلال أنواع الجهاد هذه المختلفة، الجهاد العلمي والثقافي والاقتصادي والمدني وغيره. هذا الكل احنا متأخرين فيه برشا للأسف الشديد. ثم هو أشار لنا الأستاذ سامي: الحقيقة عند الله واحدة، الحقيقة عند الله واحدة ولكنها عند البشر متعددة. إذا كان الإنسان يقول الحقيقة عندي وما دونها باطل، مجنون. مش أثبت لنا القرآن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه رسول من عند الله، يعني الحقيقة عنده ولا؟ قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شكون يكمل الآية؟ نقعدوا ساكتين حتى لآخر النهار لما تكمل الآية. خاطر رايحة الآية هذه راهي أساس. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. نسب الإجرام لنفسه وهو العمل، وقال: وإنا أو إياكم، يا نحن على هدى وانتم على ضلال، يا نحن على ضلال وانتم على هدى. هذا شكون اللي قالوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو على يقين أنه معناه مبعوث من عند رب العالمين. هذا في خطابه مع المخالفين له. يعني ليش يقول الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. بعضهم قال الإمام الشافعي تحركت فيه الذاتية، خاطر نسب الاستثناء الخطأ لنفسه، هو الصواب قد يحتمل الخطأ، والآخر هو الأصل فيه الخطأ قد يحتمل الصواب. فقال بعضهم: الأصل أن نقول رأيي ورأيك صوابان يحتملان الخطأ، مش نوليه على نفس المستوى. هذا اللي يعلمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقطة أخرى مثلا هو أن الناس قاعدة تعيش في أحاديث آخر الزمان. ذكر بعضها الأستاذ: راهو حديث آخر الزمان هي من باب التنبيه، مش من باب الجبرية والإقرار بالواقع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي زمان على أمتي كذا، سيأتي في آخر الزمان كذا. هو ينبهك حتى لا تكون أنت سببا في أن الواقع هذا يكون. ما نعرفوش القصة اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله ألا يهلك الأمة بما أهلك به الأمم السابقة، فاستجاب له الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يجعلش حد من خارج المسلمين يستأصل شأفة المسلمين ويستبيح بيضتهم، فاستجاب له ذلك. وطلب منه ألا يكون بأس المسلمين بينهم شديد، الله سبحانه وتعالى لم يستجب له. لا يعني ذلك أنه إقرار، بل ترك ذلك للأمة. إذا استجابت لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد، في حاجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يوصي: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. اليوم تستغرب كيفاش إنسان ياخذ السكينة، حتى أنه في بعض الفيديوهات يبدأ يقول له: ما نحبهاش حادة السكينة، نحبها كيف، معناها زيادة في تعذيب هذا المذبوح. ويطلب هذا الشخص أن يصلي ركعتين أو ركعتين فيضرب. ما يقراش حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حرام. اللي يقتل إنسان أو يكون سبب في قتل إنسان ولو بشطر كلمة، يأتي يوم القيامة ايش مكتوب على جبينه؟ آيس من رحمة الله. من أخطر الآيات وأعظمها شدة هي آية القتل العمد: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. نعم، فيها قداش من عقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. إذن الاختلاف المسائل آخر الزمان راهو من باب التنبيه، مش والله الرسول قال سيأتي زمان يكثر فيه الهرج كثرة القتل. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بقتلكم للمشركين وغيرهم، بقتلكم بعضكم بعضا. ينبه
حتى لا تقع في هذا الخطأ. نقطة قبل الأخيرة هي مسألة الاختلاف. راه يرفض الاختلاف ويرفض الكون، يرفض طبيعة البشر. الملائكة اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ لا اختلفوا. في القصة المشهورة بتاع اللي قتل 100 روح، مش اختلفوا عليه الملائكة، ملائكة الرحمة ملائكة العذاب. الأنبياء اختلفوا ولا؟ اختلفوا. سيدنا سليمان سيدنا داود في القرآن فهمناها سليمان في القصة المشهورة. اختلف الصحابة، اختلف الصحابة. اختلفوا في عديد المواضع، اختلفوا في الصلاة، صلاة العصر، الحديث المشهور لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وفي غيرها من المواقف. اختلف الأئمة من بعدهم والتابعون. فالكون مختلف سبحان الله. شجرة خضراء وشجرة بنفسجية. الكون مختلف، فما شمس وقمر، فما برد وسخانة. الدنيا منوعة سبحان الله. المطر واحدة من الأرض قاعدة تخرج لنا بالغاز والحلو والحار والبنين والماسط وغير ذلك. الأرض تطبط المطر تخرج لنا الحنظل وتخرج لنا زاد الدلاع. علاش يا فراوي؟ بحيث فما اختلاف، اللي يرفض الاختلاف هذا يرفض إرادة ربي سبحانه وتعالى. وربي حبها كيف تحبها خلاف هذا. والذي لا يرضى بالاختلاف لا يستطيع الإنسان بطبيعته، حتى في الحيوان فيهم الاختلاف هذا. اللي يرفض الاختلاف هو مسكين، يدعي له بالهداية. ثم ما يوقع على فكرة يعني صحيح البرك كثير من الناس يقول انه الجانب الفقر والتهميش وغيره سبب من اسباب الارهاب. اما راهو فما حتى اللي يبدا لاباس عليه بالدنيا بفلوسه شايف الفرد يقوم يكون ارهابي. لان الاصل فيها هي هنا مراتب الاحكام. هو كي يجي يتعامل بعضهم الناس مراتب الاحكام نعرفوا عنا الفرض، عنا السنه، عنا المكروه، عنا المستحب، عنا الحرام. صحيح ولا؟ هو السنه يحب يردها فرض، المستحب يحب يرد السنه. على فكره السنه ما هو اللي يعملها ماجور واللي ما يعملهاش مش آثم. صحيح ولا؟ لا هو يبدا يحكي معاك في حوار يوصلك حتى لين تحت معناها توصل درجه تفهمك انك قاعد تحتقر بالسنه، وبالتالي بالطبيعه انت كيف شوف حل الراحه كيف ما تفكيش معك. وقد يتحدث في مواضيع عويصه ليست من اختصاصي. مساله التكفير له حكم قضائي، مش بتاع واحد متكي والله فلان تحسوا كيف. نسمع في مره في التسجيل قالوا جماعه شو اسمهم وقفوا قدام الباب بتاع قابل واحد مبعوث اممي ولا شنو، قالوا هو ما دام وقفوا قدام الباب بتاع المؤسسه هذه الكفريه الامم المتحده هو كافر. بس ما حكاش تخلوا ولا ما تخلوش، هو اصلا وقوفه قدام الباب راهو فيه معناها هو كفر. بل هناك من الاشياء المضحكه، وهذه راهي من الشيء يحزن ويبكي. يمسح في راسه بالحجر، يمسح في راسه بالحجر. قالوا فيش تعملوا؟ ماشي بين التيمم اللي تعملوا بالماء تعملوا بالحجره تعملوا بالتراب. مسح الراس شدك الحجر التيمم يمسح في راسه. فيش تعمل؟ ماشي قاعد يسال فيك ليش مرمط دخلها الحجر ولا عمل لك ما عرفش عملها. حتى مره سني واحد قال لي يا اخي توا ما نتيمموا بالتراب على اساس يبان يعرف التيمم معناها تعمل هكا تنفض يديك. قال لي كيفاش نتيمم بالتراب نمضمض بالتراب؟ باهي هذا قال يمسح في راسه بالحجر على اساس الشديد. فاش تعمل؟ قالوا نتيمم. لا قالوا التيمم راهو مش هكا. التيمم راهو ضربه تمسح تعمل ضربه على الحجره وتمسح هذيك الى اخره. هو بيد الشخص هذا اللي يمسح في راسه بحجره قاعد برا يناقش في قضيه الشخص هذا عقيدته ضاله ام لا من باب الولاء والبراء. فاش تعمل يا حبيبي؟ وانت معناها قاعد يتيمم بحجره في راسه. وهذه من المشاكل راهي مش واحده واثنين، راهو قاعدين على الاقل عبد لله تعاملت مع برشا اشخاص من هذا النوع وقاسينا منهم، لانه سبحان الله الدين هذا دين علم، هي تعرف ما تعرفش. وفما حاجات ما تتجاوزهاش، دخلك في كفر الناس وايمانهم. السيدي يقول لك بالظاهر، لا احنا قال نحكموا بالظاهر، لا استدل، اخي احنا تبعدنا مش ننقب في قلوب الناس. الراجل قال كلمه كفريه فهو كافر. يا غبي لا يمكن لا يجوز التكفير بالعين بعينه. عاوز اقول جمله وقولوا لي انتم شنو حكم؟ كفرت بالله. استغفر الله. اصل راسي على جسدي.
لو انتم اللي قريتوهم الجملة هذه اللي أنا كفرت. أنا كفرت بالله الذي يلهو. الذي يلهو هو لاهي. أنا كفرت به. ما وصلتش المرتبة خلاص في المعنى. استنى ساعة اسمع مني شنو نقصد. قالوا لم نبعث لنقب في قلوب الناس. وقالوا قصوا راسه وقالوا المساج حتى كان يشاهد. ما سمعتش أسامة بن زيد حب رسول الله في معركة في حرب هز السيف لاخر الشهد قتله. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ايش قال له الرسول؟ قالوا صحيت. قالوا أقتلته بعد أن قالها؟ قالوا نعم يا رسول الله. هو قالها خايف راه مش نابع من قلبه. قالوا ماذا ستفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ وقصة سيدنا خالد المشهور وش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. القصة المشهورة بتاع سر الناس ومن بعد في الصباح قتل بعضا منهم وبعض الصحابة ما حبوش يقتلوا الأسرى اللي عندهم قالوا له إلا من نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. فغضب الرسول وحدث ما حدث في القصة. هذول ما خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتعامل مع الصحابة في بداية قاعد يربي فيهم يعلم فيهم. لكن يجي اليوم واحد يقص راس مسلم وحتى مش مسلم القضية مش قضية مسلم إنسان بأية علة كانت. سيدي مباح القتال كان في الحرب من عداك. شكون يعطينا دليل يقول لا هما خاطر السياح هذوما استاذ قالوا الدليل الاخر مش كان هذا مش خاطر مستباح المال والعرض. قلنا لهم هما ما كفار وخذاو الامان مش خذا فيزا هي امان. قال لك لازم الدولة كفرية يا اصلا يعني هالفيزا هذه اصلا كفرية اصلا كلنا ما ريت احنا كل شنو احنا على بعضنا كفار. يجوا نعمل في الاخر حتى منهم بعضهم انا من كفرني نحاول فيه قلت له سيدي ماني كافر اصلا فيه تدعوني الى الله ماني كفرت. يجي ادعيني يقول لي يا اخوي راه اسلام غلط يجي نعلمك والا اخوي قص لي راسي ارتاحني وانا مرتاح انت مرتاح. فلا لا يعترفون بالحوار. وانا اقول هذا عن تجربه واقعيه. لا يمكن ان تتحاور معه ولا يمكن أن تناقشه على الأقل جزء كبير منهم. ما نحكيش على الناس المتعاطفة. ولا يمكن أن تستدل معه أي حاجة تستدل بها. لا يعرف ما يعرفش الإمام الشاطبي كتاب الموافقات ما يعرفش كتب الفقه يعرف ملة إبراهيم بتاع شو اسمه المقدسي ويعرف شو اسمه الفريضة الغائبة ويعرف بعض الكتيبات ليست كتب وليست لأهل العلم بل من المفارقات العجيبة. فما سيت بتاعهم معروف برشنوة في شخص ده مسمينه أبو منذر الشنقيطي. الأصل في العلم إنك تاخذه من شخص تعرفه. نعم مش ناخذ منك علم لازم نعرفه. هذا الشخص غير معلوم أصلا. تسأل على هذا أبو منذر الشنقيطي غير موجود جملة ياخذ منه في الفتاوى يسألوا فيه في فتاوى في شيء غير طبيعي. من جملتهم يسأل فيه قال له يا شيخ فرضني كانت تعطينا سيرتك العلمية خاطر فما برشا ناس يقولوا لنا شكون هذا؟ قالوا لا ما تهتمش بسيرتي اهتم بما أقوله لك من أدلة فقط. أنا سيطرة غير طبيعية العقل. أختم فقط بالقول أنه الإسلام ماهوش مستهدف ولا متهم حتى يدافع عن نفسه. الإسلام هو تقريبا مش تقريبا هو أصلا الحل في مواجهة هذا الإرهاب. نصيحة فقط في الختام عيشوا الجمال في الكون عيشوا الجمال في أنفسكم في السماع في الكلام في النظر في حياتكم إن شاء الله تتلقاوا أنفسكم ثم في الهندسة إلى جانب منكم أم عندكم جانب به صحيتوا الجانب بتاعك الديكورات والبلونات وبتاع حسينوا عندكم شوية جمال برشا جمال. عيشوا بالجمال إن شاء الله تقضيوا على الإرهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.